الشيخ تميم هو أمير قطر. الناس عادة بيشوفوه مع الشيخ جواهر اللي بتظهر كزوجته الرئيسية، بس في الحقيقة عنده 3 زوجات، وعلى حسب التقارير عنده عشيقات كتير. ورا جدران القصر بيقولوا إنه الزوجات بيتخنقوا على السلطة والنفوذ، وكل واحدة بتحاول تأمن مستقبل ابنها عشان يكون الحاكم الجاي. وفي تقارير بتقول إنه بعد فضيحة الأمير ممكن يكون قتل مراته الثالثة. إيه اللي حصل فعلاً؟ إيه الأسرار اللي الأمير مخبيها؟ أنهي زوجة هي اللي فعلاً مسيطرة؟ ومين اللي الشيخة موزة بتدعمه؟ ومين اللي هي واقفة ضده؟ اتفرجوا على الفيديو كامل عشان تكتشفوا الدراما الخاصة اللي محدش بيتكلم عنها. يلا بينا نبدأ. العائلة الملكية في قطر مش مشهورة زي باقي العائلات العربية، وكمان تاريخها مش طويل قوي، بس بالرغم من كده بقت واحدة من أغنى وأقوى العائلات في العالم. وده أساساً بسبب احتياطي قطر الضخم من البترول والغاز الطبيعي. وفي قلب القوة دي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بقى أمير قطر في 2013 بعد ما والده حمد بن خليفة آل ثاني اتنازل عن الحكم، وكان كمان أول واحد من آخر 3 أمراء يمسك الحكم من غير انقلاب. قبل ما يبقى أمير، تميم كان مستعد كويس، درس في المملكة المتحدة وتدرب في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندي هيرست، وكمان شغل مناصب مهمة في الأمن والاقتصاد، وده ساعده يكتسب خبرة قبل ما يتولى العرش. النهاردة بيعتبر واحد من أقوى الشخصيات السياسية والاقتصادية في العالم، وثروته اللي كتير بيقدروها بمئات المليارات من الدولارات. بس بعيد عن قوته وثروته، اللي بيخليه أكثر إثارة للاهتمام هو حياته الخاصة. الشيخ تميم عنده 3 زوجات، وده مسموح في الشريعة الإسلامية طالما بيتم معاملتهم بالعدل. ومن الجوازات دي عنده 13 طفل، 7 أولاد و6 بنات. ومن بين الأطفال دول واحد فيهم هيبقى في يوم من الأيام حاكم قطر الجاي. مراته الأولى الشيخة جواهر تبقى قريبته من الدرجة الثانية. جوازهم حصل سنة 2005، وغالباً كان جواز تقليدي، لأنه العادة بتقول إنه الزوجة الأولى غالباً بتكون من العيلة وبتختارها أمه. الشيخة جواهر اتولدت سنة 1984 وجاية من عيلة قوية جداً في قطر. هي من عيلة آل ثاني الحاكمة نفسها. عندها 4 أولاد من الأمير، ولدين وبنتين. لكن بعيد عن الدور التقليدي ده، الشيخة جواهر كمان متعلمة تعليم عالي، حصلت على ماجستير في الأدب من جامعة قطر، وده مديها مش بس مكانة اجتماعية لكن كمان تأثير ثقافي قوي. زوجة الشيخ تميم الثانية هي الشيخة العنود. بيقولوا إنه قابلها في باريس، وفي قصص بتقول إنه وقع في حبها وعايز يرتبط بيها، لكنها رفضت وده خلاه يحترمها أكتر. وبعد كده قرر يدخلها القصر الملكي ويخليها مراته الرسمية. في مارس 2009 الشيخة العنود كمان جاية من عيلة لها نفوذ، وأبوها كان سفير قطر في الأردن، وده إداها علاقات قوية في المنطقة. هي متعلمة جداً، درست في جامعة ديوك في أمريكا، وبعد كده في معهد الدراسات السياسية في باريس. رغم إنها الزوجة الثانية، تميم بيهتم بيها جداً وبيحرص إنها يكون ليها مكانة مهمة جوا القصر وبرا كمان. عشان يبين اهتمامه بيها، اشترى لها قصر فاخر على البوسفور في تركيا قيمته حوالي 100 مليون يورو، وده واحد من أغلى ممتلكاته. العنود خلفت 5 أطفال، منهم ولدين. زوجة الأمير الثالثة هي نورة بنت هذال الدوسري، اللي جوزها سنة 2014 بعد ما بقى أمير بسنة. على عكس باقي زوجاته، ما فيش معلومات كتير معروفة عنها أو عن حياتهم الزوجية، غير إنه في شهر العسل اتقال إنه أجر شاطئ كامل في روما مخصوص ليها. الشيخ تميم غالباً بيسافر مع ال3 زوجات وأولادهم، خصوصاً في أجازة الصيف لما بيروح مايوركا على يخته الفاخر اللي ثمنه 200 مليون يورو. من ساعة ما تميم بقى أمير قطر حصل صراع شديد بين زوجاته على مين فيهم هتبقى سيدة القصر بعد والدته الشيخة موزة، وكل زوجة كمان بتحاول تضمن مستقبل ابنها عشان يكون الحاكم الجاي. في قطر السلطة مش بتروح تلقائياً للابن الأكبر، لكن بتروح لابن أقوى زوجة.
الشيخة جواهر دلوقتي بتعتبر السيدة الأولى في قطر، هي الزوجة الوحيدة اللي دايماً بترافق الأمير في الرحلات الرسمية الدولية، وبتاخد أكثر اهتمام في صفحات المجتمع خصوصاً بسبب أناقتها. ستايلها بيجمع بين الحداثة والتقاليد، وده خلاها أيقونة في عالم الموضة، وغالباً بنشوفها لابسة ماركات زي ديور أو شانيل. كتير من الناس بيقارنوا بينها وبين الشيخة موزة اللي بتعتبر واحدة من أكثر الأميرات أناقة في العالم. مع إنها مش بتظهر كتير زي موزة، لكن جواهر أسست مؤسسات وبتحافظ على وجودها المستمر في الفعاليات العامة. هي بتدعم البنات القطريات بشكل فعال، وبترعى حفلات التخرج في جامعة قطر، وبتكرم الطلاب المتفوقين. الإشاعات اللي طالعة من داخل قصر الأمير بتقول إنه الشيخة موزة والدة تميم بتدعم جواهر بشكل علني، وبتفضلها عن الزوجتين التانيين لأسباب كتير. جواهر بنت عم تميم، والدها واحد من أكبر المستثمرين في قطر، ووالدتها كانت من أقرب المساعدين للشيخة موزة وساعدت في نقل السلطة لتميم. وبسبب الدعم ده كتير بيقولوا إن جواهر هي الأرجح تكسب الصراع على السلطة اللي داير بين الزوجات. التقارير بتشير إنها بدأت فعلاً تستخدم استراتيجية طويلة المدى زي اللي استخدمتها موزة علشان تعزز مكانة ابنها حماد اللي عنده 18 سنة، وفي نفس الوقت تقلل من نفوذ باقي الزوجات. وبمساعدة حماتها جواهر بتمنع باقي الزوجات من الظهور العلني أو تولي أدوار اجتماعية زي ما هي بتعمل. مع ذلك الزوجة الثانية لتميم العنود كمان باين عليها طموحة، ووراها عيلتها القوية. رغم العقبات اللي موزة وجواهر بيحطوها عشان يمنعوها من السيطرة على الساحة، بيتقال في قطر إن العنود هي الأقرب لقلب تميم بسبب جمالها. وسط الصراع المستمر ده على النفوذ، انتشرت كمان شائعات عن الزوجة الثالثة للأمير نورة. بعض وسائل الإعلام المعارضة قالت إنه بعد فضيحة صورة مسربة لتميم وهو شبه عاري، اتهموها إنها السبب في التسريب، وإنه قيل إنه أمر بقتلها. وبحسب الادعاءات دي، العائلة الملكية بما فيهم الشيخة موزة غطوا على الموضوع وهددوا عائلتها. شخصية معارضة نوف بنت أحمد آل ثاني، وهي من العائلة الحاكمة في قطر، حتى شاركت اللي اتقال إنه شهادة وفاة نورة، وادعت إن الشخص اللي ضرب عليها النار كان عم الشيخة جواهر. بس مهم نأكد إنه كل الكلام ده لسه مش متأكدين منه، مفيش أي حاجة تأكدت رسمي، ومفيش دليل قوي يدعم الاتهامات دي. اللي أكيد إن النوع ده من المنافسة مش جديد في تاريخ العائلة الملكية في قطر، وحصل صراع مشابه في عهد والد تميم حمد بن خليفة لما زوجاته كانوا بيتنافسوا على النفوذ ومستقبل أولادهم. وقتها الشيخة موزة كانت هي الفائزة في الآخر، وقدرت تضمن لابنها تميم منصب ولي العهد، واللي بعد كده بقى هو الأمير مع إنه ما كانش الابن الأكبر. النهاردة شكل التاريخ بيعيد نفسه، لكن دلوقتي وطالما الشيخة موزة لسه مسيطرة بقوة على الحكم، مش واضح مين من زوجات تميم هتطلع هي الفايزة في المعركة دي، أو إذا كان تميم ممكن يغير كل حاجة ويتجوز زوجة رابعة، وده ممكن يشعل الصراع أكتر وأكتر. فأنتي شايفة مين اللي هتكسب المعركة الصامتة دي؟ ومين اللي هتآمن مستقبل قطر؟ شاركي رأيك في التعليقات، وكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايزة تشوفي فيديوهات تانية زيه، اتأكدي إنك تسيبي لايك تقديراً. ولو لسه مشتركتيش، أكيد هتحبي تشتركي. اشتركي في قناتي وفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله كل أسبوع. أشوفك في الفيديو الجاي.